مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: صفقة مثيرة بين الخليع وأخنوش. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم جديد الأخبار العاجلة. إليكم التفاصيل. تحدثت مواقع ومصادر إعلامية عن وجود صفقة أخرى تجمع أخنوش رئيس الحكومة وربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تتعلق بتزويد سيارات المكتب والآلات والمعدات التابعة له بالوقود والبنزين. وقد بلغت قيمة الصفقة المالية التي تم إبرامها في السنة الحالية بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة أفريقيا التابعة لمجموعة أكوا المملوكة لرئيس الحكومة 1,200,000,000 سنتيم. وتأتي الصفقة لتزيد الطين بلة وتزكي الاتهامات الموجهة لأخنوش بالاستمرار في تضارب المصالح عبر ربح صفقات مع مؤسسات عمومية تقع تحت وصايته وسلطته الحكومية، لا سيما بعد الحديث عن استفادة شركته من صفقة مع البرلمان لتزويد سيارات النواب وصفقة محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر. ما رأيكم في هذه الصفقة؟ في انتظار تعليقاتكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.